يا بنت عيني، والله بقول لك الواد ده عبيط وهناكل من وراه الشهر. بس اهم حاجه تنفذي اللي بقول لك عليه بالظبط. قولي لي، كلمت امه؟ قلت لها زينب بلغتك؟ تمام قوي. بصي، اللي جاي اصعب، وعايزك تكوني معايا خطوه بخطوه، وبعدها صدقيني عيشك عيشه عمر اهلك ما عايشوها. اقفل اقفل عشان داخل عليا. اقفل اقفل، يلا سلام سلام. مالك يا صاحبي، في ايه؟ ليه متعصب كده ليه؟ قرفان. ايه اللي حصل؟ خانقت مع ابويا في البيت وامه وطردوني من البيت. تاني؟ تاني وتالت ورابع. تشرب حاجة يا أستاذ مش محمد؟ عايز اشرب يا زفت. عم اهدى. طيب قول لي ايه اللي حصل؟ مفيش، دخلت البيت لقيتها قعداني زي قرد قطع. اتخانقت معاها، قعدت تعيط دي مواد المساحه اللي انت عارفها. دخل ابويا يسكت، قام اخدني من الاوضه رميني بره طردة الكلاب، وفرج عليا الجيران واللي يسوى اللي ما يسواش. وبعدين؟ بس والله ما هرجع لما اجيب حقي. هتجيب حقك ازاي؟ لسه مش عارف وبتكتك. بس انت غيرت فين؟ انا رحت المخزن بتاعه ساعات كده بسيب هدمتين، رحت غيرت وجيت. اه. بقول لك يا محمد، عايز اسالك سؤال صغير كده. املاك ابوك قد ايه؟ ياه، بتعرف تعد لحد كام؟ يا عم ما ترغيش كتير، املاك ابوك قد ايه؟ عمارات واطيان وعربيات وشقق وحاجات كتير. طب انت عايز تجيب حقك صح؟ تمام. واللي يجيب لك حقك حللوا بق. لا، تحليل بقى مش كفايه. انت عايز ايه؟ 10% على ايه؟ على اللي هقول لك عليه. اسمع الاول واشتري. بص يا سيدي، انت عارف ان انت صاحبي وعشرة عمر ومصلحتك تهمني. تمام. من وقت ما بدأت مشاكلك مع ابوك وامك وانا بدأت اتكتك لك لغاية ما وصلت لحوار سهل جدا. عامل ايه طيب؟ مش فاهم. تعمل ايه؟ حتة عقد بسيط، قلدت ابن ابوك عليه، بس عشان نكون ماشيين قانوني لازم بصمة ابوك تكون على عقد، وبعدها كل املاك ابوك هتبقى بتاعتك انت. طب ازاي؟ زي السكر في الشاي، هجيبها لك. بعتله؟ يا عم ما قلتش قتل ايه؟ قتل ايه وبس، وبعد كده تبصمه. يم. ايوه وبعدين ابصمه. ايوه، وسيب الباقي على الله وعليا. ومن بكره هنقول لك يا حضرة الملياردير محمد. يا ابن اللعيبه. لا ما باخدش بالكلام، اتفاقي 10%. انت مشجعني. لو تمت ليك 20%. استبان يا ريس. استنى. قمت اورد 10% يا محمد.